رحت أنا على الإمام السيستاني، سيد السيستاني بال2004. راحوا وياي 10 أشخاص من العلماء. قلت له مولاي أنا أريد أهاجر أسافر، أنا متزوج عندي نسوان 2 وتقاعد راح أطلع ما يكفيني، يجوز ينطوني يعني يمكن أقول لك بالأوراق 4 أوراق يعني 500,000 أو شيء أو كذا. قال لي للعائلتين تقدر توفر كسرة خبز لكل شخص؟ قلت له إيه. واستكان شاي؟ قال لي إيه. قال لي لا تحل الهجرة. لا تحل الهجرة. لا تحل الهجرة. لا تحل. قلت له إلي فقط؟ قال لا. قلت له طيب فتوى شرعية؟ إذا تقول لي فتوى شرعية قال لي فتوى شرعية. وفعلا ثاني يوم صدرت وكالات الأنباء أخذتها، واللي أتذكر بالعدالية طلعت أنه المرجعي فتوى شرعية لا تحل هجرة العقول العراقية رقم 1. بدأ قال عليكم بناء العراق. زين، أنا لا تهمني الدين ولا القومية ولا المذهب ولا الطائفية، يهمني بناء العراق.